هنا دوى الرصاص وانفجرت القنابل المسيلة للدموع ليسقط أكثر من 200 جريح من شباب الثورة في أعمال قمع همجية لجأ إليها محافظ الحديدة لمواجهة الرافضين لفساد يتهدد مستقبل محافظتهم. محافظة الحديدة يقوم بعملية غطرسة ويقوم بتنفيذ نفس مخططات النظام السابق، نظام الراحل علي عبد الله صالح، وهو يعمل في هذه المحافظة على أنه يعمل بمناطقية ويعمل على زرع الفتنة داخل المحافظة. فإحنا نوجه رسالة إلى الرئيس هادي بإقالة المحافظ. آلاف الثوار الذين خرجوا صبيحة اليوم السبت في مسيرة احتجاجية سلمية إلى مبنى المحافظة طالبوا بإقالة فاسدين على رأسهم المحافظ المتهم من قبلهم بانتهاج سياسة المخلوع في إصدار قرارات لمتهمين بالفساد لإدارة مصالح حكومية. انتهينا صوت واحد، ما نقبل عطية الفاسد. الموظفين في الدولة في وزارة الصحة غيروا واحد اسمه محمد قطب، تمام، فاسد معروف الصفات اللي فيه كامل. أصحابنا قاموا بعده تجمد ولا ندرى فجأة بقدرة قادر إلا والأستاذ أكرم عبد الله عطية يقوم بترقيته وبأينه مدير عام صحة من فوق الثورة ومن فوق الألفي ومن فوقنا. إذا ما لناش كلمة في أماكن أمنا يقاعدوا إحنا ولا يطردوا إحنا من الدولة. هنا سقط الجرحى على مقربة من مبنى المحافظة وهم يهتفون بسلمية مسيرتهم ونبل هدفهم الذي لا يتجاوز إقالة محافظ متهم بالفساد. جنود للشعب وليس جنود للفاسدين، وعلى الفاسدين يفهمون لازم يرحلوا واحد لا يمكن لهم البقاء في البلاد. هؤلاء الجرحى يروون بغضب عن آلة القمع التي هاجمتهم موفرة الحماية للصوص والناهبين. أما الجراح والآلام فكان من نصيب شباب يحملون أشواق وتطلعات سكان الحديدة. حصل اليوم مهزلة بالشعب، إهانة للوطن، إهانة للثورة. أكبر إهانة كانت وصف على الثورة. عطية بعد اللي حصل يرحل، لا مصالحة معه. قوات الأمن المركزي التي استدعاها المحافظ لحمايته الشخصية باشرت بإطلاق الرصاص والقنابل رغم أن مكبرات صوت الثوار كانت تؤكد لهم أنها مسيرة سلمية ضد محافظ أصبح رهن إشارة الفاسدين. الإخوة رجال الأمن دعوا عقلاء، خلوكم عقلاء. الإخوة رجال الأمن، الإخوة رجال الأمن. هي الحديدة رفض عارم للفساد خرج الثوار فيها عن صمتهم في احتجاج سلمي قوبلوا بالقمع من قبل عصابة الحكم العائلي التي تريد العودة بالمحافظة إلى أزمنة الدكتاتور المخلوع. عبد الحفيظ الحطامي، قناة سهيل، مدينة الحديدة.